اللحظة دي شايفينها وعايشينها وحاضرة في ذهننا جميعا. لحظة من لحظات المجد والانتصار في تاريخ النادي الأهلي. مرور 100 سنة على تأسيس مؤسسة رياضية اجتماعية ثقافية أثرت في الحركة الرياضية المصرية، أثرت في الناس، أثرت في وجدانهم، صنعت حالة عاطفية جميلة، صنعت حالة من الانتماء بين جمهور عريض واسع ونادي بيمثل كيان. 100 سنة هنتكلم عنها بوثائق، بمعلومات، بحقائق، بأحداث. 100 سنة مليانة لحظات انتصار عظيمة، فيها برضو لحظات انكسار لكن قليلة. 100 سنة بتقول لنا إن الحلم مش مستحيل طول ما في إرادة. 100 سنة تخلينا نسأل ببساطة، الأهلي ليه؟ كل الغرض أو الفترة اللي قضيتها في حياتي جوه النادي، الغرض منها هو مصلحة النادي. Il n'est un secret pour personne que le club Ali c'est une institution qui a tout ce qu'il faut, le potentiel humain, matériel et financier, qui en fait ne demande pas à tout un chacun de l'aider. النادي الأهلي مع ظهوره في بدايات القرن العشرين أنا في رأيي كان جزء من عملية بناء المؤسسات الحديثة. النادي الأهلي، بنك مصر، بعد كده المؤسسات الخاصة بالفنون، الجامعة بالمعنى المدني الحديث مش مجرد رواق الأزهر. أول نادي شعبي يواجه الأندية الأجنبية اللي موجودة في مصر، وخصوصا الأندية اللي كانت تابعة زي ما قلت للاحتلال مباشرة أو لجيش الاحتلال مباشرة أو للجاليات الأجنبية بشكل عام. فتح بابه للمصريين ولكل الطبقات وما قفلهاش أمام يعني فئات الشعب المختلفة، بل بالعكس حافظ على نوع من الشعبية والاقتراب من مشاعر الناس العاديين والجماهير. اتبنى على قاعدة شعبية، يعني قاعدة ليها مردود وطني قوي جدا. الأهلي منذ تأسيسه هو نشأ على الوطنية، نشأ عن الانتماء، نشأ عن الإخلاص، نشأ عن ناس بتحب البلد. قلعة من قلاع النضال السياسي وتجمعات السياسية والتزامه بالروح الوطنية. العلاقة جاية من هنا، إن النادي الأهلي
أصلا نادي للمصريين الوطنيين. لما يكون النادي الأهلي أول نادي للمصريين، لما يكون النادي الأهلي شعاره هو شعار العلم اللي هو دايما أي بلد في العالم شعار وألوان علمها محببة ليها منذ أن أنشأ حتى الآن، هو العلم اللي كان أحمر على أبيض. لما يكون النادي الأهلي اسمه الأهلي ومعناها في هذا الوقت هو الوطني، كل هذه أشياء يعني بتنحت في ضمير الإنسان وفي ضمير محب النادي الأهلي وتتراكم وتتواصلها الأجيال. النادي كان رائد، والرائد دايما شعبيته بتبقى عريضة وعميقة وضربة في الجذور، واعتقد ان ده من اهم اسرار شعبية النادي الاهلي اللي مستمرة لغاية اللحظة دي، واللي بتتزايد يوم بعد يوم وسنة بعد سنة وبطولة بعد بطولة. النادي الاهلي ده نادي الشعب، نادي البلد. يمكن انا ما بشوفش شغل قد ما بشوف النادي الاهلي. حاسس ان الاهلي ده هو مصر. من كتر حبي في الاهلي انا سميت الكافيتيريا على اسم النادي الاهلي. اقوى جماهير في مصر هي جماهير النادي الاهلي. اتولدت لقيت نفسي اهلاوي، ابويا اهلاوي واخواتي وقت دم الحمراء، عشان انا بحب الاهلي من جوايا والبيت كله عندنا بيحب الاهلي. بس انا لما الاهلي بيتغلب بعيط. نشأة النادي الأهلي سنة 1907. مين اللي تولى النادي الأهلي؟ كلهم عظماء البلد. هم دول اللي وضعوا الأساس، وضعوا التقاليد، وضعوا المبادئ اللي النادي الأهلي ماشي فيها. وأي واحد بيمسك النادي الأهلي لازم يمشي على هذه المبادئ. ما فيش حد عمل مبادئ جديدة، دي مبادئ كلها موروثة. النادي الأهلي فيه متهيألي وضوح عن أي نادي تاني. الأسلوب الذي تدار به كرة القدم في النادي الأهلي أسلوب محترم جدا. مؤسسة تربوية متكاملة، ما هوش فقط بيعني بالرياضة. التقاليد والعادات اللي اتعلمناها في النادي الأهلي أعتقد أنها لو طبقت حاليا على مصر كلها يمكن هتغير مستقبل مصر في السنوات القادمة. القلعة الأولى لمصر الرياضية الشبابية الثقافية الأدبية على مستوى الشرق الأوسط كله. تلاقي في مجلس إدارته ماليين، تلاقي في مجلس إدارته دكاترة، تلاقي في مجلس الإدارة ستارز بتوع كورة. عنده ناس كاتمين السر. نمرة 1 الأهلي، نمرة 2 الأهلي، نمرة 3 النادي الأهلي. مشاكله ما بتظهرش بره،
اذا كان في عنده مشاكل بتتناقش على الترابيزه زي ما بنسمع من اصدقائنا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. اي مجلس اداره مشاكله تبقى في غرفه مجلس اداره، مشاكل الكوره تبقى في غرفه مشاكل الكوره، كره اليد، السباحه، السكواش، اي لعبه من الالعاب اللي موجوده في النادي الاهلي مشاكلها ما بتطلعش بره اطار سور النادي. دايما النادي الاهلي فيه كبير، ودايما الصغير بيحترم الكبير، ودايما الكبير بيحتوي الصغير. في توزيع للوظائف، مفيش مركزيه في الاداره، مفيش مركزيه في اي شيء في النادي الاهلي، كل واحد عارف شغله، كل واحد عارف وظيفته. في قيم في قيم وفي مبادئ في احداث ومواقف حصلت كتير قوي على مدار السنين ادت لشعبيه النادي الاهلي الجارفه ديت، مش في مصر بس، في الوطن العربي. دايما النادي الاهلي يتعامل مع القيم والمبادئ على انها ركن اساسي في التعامل في بناء مجتمع رياضي داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي في بعض اللاعبين استغنى عنها وهي في احسن حالاتها نتيجه لاثارتهم الكثير من المشاكل. النادي الاهلي بيلفظ اي حد يخرج عن مبادئه وتقاليده. النادي الاهلي القيم والمبادئ اهم من الناحيه الفنيه. النادي الاهلي عنده ميزه كمان مهمه جدا، انه بيتبع النظم العالميه الجديده اللي موجوده في الانديه الاوروبيه، وبيعرف ايه سر تفوقها وسر نجاحها، زي الانديه الكبيره المعروفه ريال مدريد وبرشلونه وروما ميلان. احنا بنعتبر كتله واحده في سبيل ان الاهلي ينهض ان شاء الله ويبقى الاول في كل مجال. القيم دي زي ما قلت اتزرعت من زمان، فمع التطور توارثت للاحسن. هذه المنظومه ماشيه بثبات وبتقدم، ده بيزود الارتباط بين جماهير المشجعين وبين الاهلي كمنظومه. منظومه العمل داخل النادي الاهلي كله، مجلس الاداره اللي هو القائم على النادي الاهلي كنادي، عرفوا الطريق الصح، قواعد اتحطت صح والاساس اتصب صح. بعد كده ان شاء الله البنيان يعني هيجي باذن الله مرتب ومنظم وبشكل افضل ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ال100 عام اللي جاي يكون يعني انجازات النادي الاهلي تضاعف اكثر من كده باذن الله، ويكون جمهور النادي الاهلي واحباء النادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي من داخل مصر وخارج مصر ان شاء الله يكونوا اضعاف. فعلا ارجعوا بالتاريخ شويه، ارجعوا لسنه 1907. نادي عرف الاستقرار من اول يوم، لانه نادي قائم على نظام مؤسسي، شركه، عقد، مجلس اداره، جمعيه عموميه. ده نظام مؤسسي، وجيل بيسجل، مفيش جيل بيشتغل لنفسه، كل جيل بيكمل عمل الجيل الثاني. ومن هنا يمكن جه شعار الاهلي فوق الجميع. الناس ساعات بتقول ده شعار مش صحيح، شعار غريب، مش فاهمين الشعار، مش فاهمين المقصود بيه. الاهلي فوق جميع اعضائه، مش فوق الجميع المقصود بيهم المحيط بتاعه. لا، ده مش صحيح. والجملة دي بتعزز فكرة المبادئ. مفيش مصلحة شخصية، مفيش مصلحة شخصية في النادي الأهلي. طبعا النادي الاهلي ده الحاجه الوحيده اللي ابكتني في حياتي يعني. النادي الاهلي فيه شيء انه هذه الروح من الايثار والعطاء للمكان اللي بننتمي اليه وبنحبه لو عمت في كل مناحي حياتنا احنا هنكسب مصر جميله جدا جدا. قلت لهم انا لو قالوا لي تعالى يا مصطفى يونس نظف حمامات النادي الاهلي انا هنظفها، لان هذا النادي خيره عليا وعلى اهلي وعلى اولادي وعلى ابويا وعلى امي وعلى اخواتي وعلى اصحابي. الانتساب للنادي الاهلي من الجمهور نفسه حاجه شرف كبير، ما بالك اللاعبين، يعني اللاعبين بيحسوا نتيجه ارتدائهم فانيله النادي الاهلي حاجه شرف كبير.
النادي نفسه وانت داخل النادي بتحس انك في اسره كبيره. انا والنادي الاهلي جزء لا ينفصل. حلم كبير لاي رياضي اللي هو يلعب في النادي الاهلي. جاي النادي الاهلي باش ان شاء الله نعوض الفرصه اللي ضاعت لي الموسم الفارط باش نلعب كاس العالم. ماتش واحد او ماتشين ان ممكن الفرقه تبقى مش في مستواها او الروح القتاليه ما بتقلش غير ماتش فدي صعبه تلاقيها في فرقه تانية. الجمهور ده لو عملت ايه ما يسيبش النادي الاهلي يعني. مهما كان النادي الاهلي مستواه ايه النهارده او بكره او بعده، هو انا اهلاوي برضه. كل مباراه وكل دقيقه في الملعب احنا بالنسبه لنا كلاعبين حاسين ان هي دي هتساهم في رفعه النادي، هي دي هتساهم في تاريخ النادي، هي دي هتساهم في سعاده الجمهور. لابد ان نعترف انه النادي الاهلي بيتمتع باكبر جماهيريه في مصر، يعني سيبك من اي كلام يتقال. جماهيريه النادي الاهلي هي الجماهيريه الاكبر في مصر والعالم العربي. بنحب الاهلي يا ولد نديله علينا. النادي الاهلي يا ولد غالي علينا. انا لا اخجل من هذا. النادي الاهلي اول واحد لبسني بدله. النادي الاهلي اول نادي او اول حد في حياتي مسكني 5 جنيه في ايديا. ومش عايز اقول يعني ان لحم كتافنا من خير النادي الاهلي. اول ما تعاقدت مع النادي الاهلي نمت بالفانله بتاعت النادي الاهلي، نمت بها، يعني شوف من حب النادي الاهلي نمت بها. مش اللعيبه هي الاساطير، النادي هو الاسطوره. مش بس تحقيق بطولات في النادي الاهلي، لا ده انت بتتعلم في النادي الاهلي، بتتعلم حاجات كتيره. الاهلاويه دي عقيده، يعني نوع من العقيده. سواء الاهلي بيطلع اخير في الدوري او بينزل الدرجه الثانيه، انا مش هسيب اهلاويتي واروح ادور على نادي تاني. ده مش حقيقي. حينما ينتشر ال 11 لاعب في الملعب كده قبل بتاع باللون الاحمر كده في زهو. العظمه بتاعت مصر انا بعتقد كده، يعني يمكن انا اهلاوي متعصب، ان عظمه مصر وفي النادي الاهلي. كنت حاسس ان النادي الاهلي ده كانك هتطلع القمر بالظبط. طلعنا جوانا في دمنا حاجه اسمها الاهلي. الانسان دمه احمر عشان هو النادي الاهلي. السبوع بتاعي بيتعمل في صاله رياض في النادي الاهلي. بالنسبه لي هو حاله خاصه. اللي ما لعبش في الاهلي ما لعبش. الأهلي حقق بطولات كثيرة في مختلف اللعبات. اتكلم في الكورة 100 بطولة في 100 سنة. ملايين من المشجعين بيشجعوا الفانيلا الحمراء. شرف لأي لعيب في مصر إنه يلعب في النادي الأهلي. الأهلي البطل، مش الأهلي في حاجة تانية، الأهلي البطل هو ده البطل، يبقى لازم اتعامل بنفس الشكل. فوز ثم فوز ثم الفوز. انت عارف انا لما اروح اتفرج على ماتش وانا حاسس ان الفريق بيلعب على الفوز بس ما بيلعبش على التعادل. والنادي الاهلي منذ ايامه الاولى مؤسسه تسعى الى الكمال، الى الامتياز. المهم في النهايه اننا نخرج بتوثيق دقيق لتاريخ النادي. أول نادي شعبي يواجه الأندية الأجنبية. لما يكون النادي الأهلي اسمه الأهلي ومعناها في هذا الوقت هو الوطني. مؤسسة تربوية متكاملة. مشاكله ما بتظهرش بره. طلع من قلاع النضال السياسي وتجمعات سياسية. دايما النادي الأهلي فيه كبير ودايما الصغير بيحترم كبير. نمرة 1 الأهلي، نمرة 2 الأهلي، نمرة 3 النادي الأهلي. فكرة تأسيس النادي ولدت جوه كل واحد بينتمي اللي في النادي ده انه لازم يبقى حريص جدا على الانجاز، حريص جدا على البطولة، حريص جدا ان هو يكون الافضل. بني ادم فينا دايما بيروح الحاجة الحلوة، الحاجة المحترمة، الحاجة اللي يحس ان هو يلاقي فيها نفسه. فلازم كانت طبيعي الناس كلها تلتف حول النادي الاهلي، لانك دايما زي ما بقول بتحب انت ليه تروح على حاجة مش قيمة، دايما تروح على حاجة قيمة، الحاجة الغالية، الحاجة اللي بتحقق لك طموحك. اللي بيلبس فانيلة النادي الأهلي ديت إن هو بيدي كل قطرة عرق وجهد في الأداء بتاعه لما يجي يمثل النادي الأهلي. ملايين من المشجعين
بيشجعوا الفانيلا الحمراء. يعني لك ان تتصور انه في السبعينات كان استاد التتش ده كان بيتملى على اخره في التمرين. روح منتصرة، روح بتمجد القوة الشريفة، الفوز بشرف وبنبل. احنا اتربينا عليها من احنا صغيرين من مدرسة الكورة، ما عندناش غير حاجة واحدة بس، انت نازل تلعب عشان تكسب ثم تكسب ثم تكسب. ما كانش يهمنا ابدا ان يتقال ان الاهلي كسب قد ما نفخر جدا الاهلي عمل ايه عشان يكسب وعمل ايه لما خسر. الفوز ثم الفوز ثم الفوز. انت عارف انا لما اروح اتفرج على ماتش وانا حاسس ان الفريق بيلعب على الفوز بس ما بيلعبش على التعادل. الاهلي لما بيتعادل يبقى بطعم الهزيمه. العب للفوز، بلاي تو وين، واحترم الخصم والعب بامانه وشرف والعب بروح عاليه جدا والعب لاخر وقت من المباراه. ودي من ضمن الامور اللي اكسبت النادي فوزا كثيرا وشعبيه كبيره جدا. بيصنع فرحه في اوقات كتير، بيصنع بسمه، بينسي الناس حاجات كتير قوي مهمه، بيدخلهم في قالب وطني وقومي كبير جدا. مختلف المنتخبات اهلي، كل الفرق القوميه اهلي، اهم النجوم اللي موجودين في جميع الالعاب اهلي. الكباتن بتوع منتخبات مصر في مختلف الالعاب كثيرا جدا او بنسبه كبيره تلاقيهم النادي الاهلي. هي از ا وينر، انه فائز، عباره تقال على من يسعى دائما للفوز، من لا يرضى بغير الفوز، من لا يقبل الهزيمه الا في اسوأ الحالات. والنادي الأهلي منذ أيامه الأولى مؤسسة تسعى إلى الكمال، إلى الامتياز. أنت بتنتمي لمجموع كبير بيرتدي لون أحمر، له شعارات معينة، بتشعر بفكرة الفوز والخسارة. الناس كلها شايفة النادي الأهلي في نجاح، أكيد الطبيعي إن كل واحد هيشجع النادي الأهلي. ممكن تكون في قلة بتشجع أندية تانية، بس أنا بتكلم إننا مثلا كل واحد بيطلع، كل طفل صغير عنده 3 سنين طالع بيقول اهلي. شرف لاي لعيب في مصر انه يلعب في النادي الاهلي. الاهلي البطل، مش الاهلي حاجه تانية، الاهلي البطل، هو ده البطل، يبقى لازم اتعامل بنفس الشكل. بطولات كتيره، الأهلي حقق بطولات كثيرة في مختلف اللعبات. اتكلم في الكورة 100 بطولة في 100 سنة. ده إنجاز، أعتقد إن العالم ما شافش مثل هذا الإنجاز. السنة اللي فاتت سنة 2006 النادي الأهلي في مختلف اللعبات أخذ 208 بطولة. يعني في مراحل الناشئين والشباب والكبار، سيدات، رجال، 208 في مختلف اللعبات. النادي الأهلي على مدى تاريخه صنع نجوم، والنجوم دول صنعوا بطولات، والاتنين صنعوا الشعبية بتاعت النادي. صناعة الفرحة دي مش حاجة بسيطة، لأنها اتكررت كتير. كل المعاني دي، النشأة الوطنية، النشأة المصرية، البطولات الكثيرة، مرحلة تأسيس النادي، حركتني ودفعتني إن أنا أبحث وأدور عن الأصول وعن الجذور. ابتديت مشوار بأن أنا أطلع على المراجع المتاحة عن النادي الأهلي. بعد شوية، بعد شهرين من البحث، لقيت ان في معلومات مش موثقة، معلومات مش دقيقة في بعض المراجع. الحقيقة كنا بندور في صحف، في أرشيفات، في مجلات، كنا بندور على قصاصة ورق صغيرة فيها معلومة ممكن تضيف لنا. كانت المعلومات قليلة وبتقول ان احنا ما عندناش ذاكرة. انما في فترة من الفترات فوجئت بالكابتن صالح سليم بيقول لي انت عايز تعمل كتاب عن النادي الاهلي، عن تاريخه
قلت له قال لي احنا عندنا محاضر مجلس الإدارة موجودة من سنة 1907 لغاية النهاردة، تقدر تطلع عليها. في محاضر مجلس إدارة النادي الأهلي لقيت كنز من المعلومات، كنز موثق محدش بيحكي لي. أبطال القصة هم اللي بيحكوها، ده اللي هم اللي كاتبينها. كل واحد وكل حدث موجود في هذه الدفاتر في المحاضر. وكنت كل ما افتح صفحة افتح جنبها كتاب، انا مش ببالغ. يعني حسيت في محاضر مجلس إدارة النادي الأهلي دي اني بقرا جزء من تاريخ مصر. في فترة من الفترات بعد ما قعدت اقرا 4 سنين كنت حاسس اني بسمع صوت جعفر ولي باشا واحمد حسنين باشا وعبد الخالق ثروت باشا، سامعهم بيتكلموا. هتقولوا الواحد اتجنن في الاخر، لكن دي الحقيقة. كنت بلاقي معلومة صغيرة بس مش كاملة. احيانا كانت المحاضر بتفتح لي طرق واتجاهات للبحث في كتب اخرى، لانها فعلا ال100 سنة اللي في الموجودة في المحاضر واللي مسجلة بالورقة والقلم لحظة وقوعها محدش بيحكيها، كانت بتروي وبتحكي جزء من تاريخ مصر وجزء مهم جدا من تاريخ الحركة الرياضية المصرية. استمر البحث، دورنا يمكن لمدة سنة. فريق عمل يساوي في عدده 3 فرق كورة. دورنا في أرشيف الأهرام اللي عمره 130 سنة يوم بيوم. كانت عملية مجهدة جدا، لكن احنا عشان نوصل لمعلومة لازم نتعب ولازم تكون موثقة. دورنا في لقطات مصورة، دورنا في مؤسسات صحفية زي دار الهلال، ولقطات فيلمية. وصور فوتوغرافية. مش هقول لكم احنا دورنا في كام صورة، لكن العدد بالآلاف. المهم في النهاية اننا نخرج بتوثيق دقيق لتاريخ النادي. ده كان هدفنا اولا واخيرا. هذا الحماس والانتماء والاهتمام بالنادي الأهلي وتاريخه اللي عمره 100 سنة خلانا نرجع لما قبل التأسيس، لما قبل 1907. رجعنا لنهاية القرن التاسع عشر. رجعنا عشان نبص كده ونشوف الكورة كان شكلها ايه، الرياضة في مصر كان شكلها ايه. كان مهم قوي نرجع للفترة دي، لأن الفترة دي فترة البداية ولها تأثير على بدايات النادي الأهلي كمان.
القدم دخلت مصر لما دخلها الإنجليز، الاحتلال الإنجليزي، وبدأ الجنود اللي يلعبوا كورة. الضباط الإنجليز ما كانوش بيلعبوا كورة في مصر، الضباط الإنجليز كانوا بيلعبوا تنس وسكواش، وهم اللي عملوا التنس والسكواش في مصر. العساكر وبعدين الجيش الإنجليزي، احنا بنقول الجيش الإنجليزي يعني العساكر وجايين من استراليا وجايين من نيوزيلندا وجايين من الهند وايرلندا، دول كانوا بيلعبوا كوره في الشوارع والمعسكرات المفتوحه في وسط المدنيين. فبدا المصريين يتعلموا منهم، ودايما في ملحوظه مهمه انه كل الشعوب اللي اتعلمت الكوره من الانجليز بدات تحاول تصبغها بصابغها المحلي. فالبرازيليين لما اتعلموا الكوره من الانجليز اخترعوا حكاية الموهبة اللاتينية اللي هو واستعاضوا عن الصنبة الرقص بالكورة. يعني البرازيل في حقيقة الأمر تاريخيا هم بيرقصوا بكرة القدم وليس يرقصوا احتفالا بفوزهم بكرة القدم. المصريين اخترعوا حاجة تانية خالص اسمها، ولو انها قريبة من المدرسة اللاتينية، اخترعوا حاجة اسمها التغزيل. يعني اللي هو اللي يمسك الكورة ويقعد يغزل وفي زمايله، لانه كانوا المصريين بيلعبوا الكوره في حواري ومش متسفلته، فكان لازم مهاره التحكم في الكوره. ده خلق فن اسمه التغزيل. جه بس كل ده ما خلقش برضه شعبيه للكوره، لغايه لما جه موظف في سكنات الجيش الانجليزي في العباسيه اسمه محمد افندي ناشد، ولقى وفكر قال طب ليه ما نحاربش الانجليز بالكوره؟ والحقيقة دي كانت فكرة متطورة جدا، يعني احنا بنعيشها دلوقتي، فكرة استبدال الحروب بين الشعوب والأمم بمباريات كرة القدم. محمد أفندي ناشد فكر فيها سنة 1895 بعد 13 سنة من الاحتلال الإنجليزي لمصر. قرر انه يعمل تيم اسمه التيم المصري، ده بالمناسبة كان اول منتخب في تاريخ مصر، وعمل دعوة اللي هي بسطة، كان اسمها بسطة، بعد بسطة لقائد قوات الجيش الانجليزي انه التيم المصري عايز يلعب. الانجليز خدوها بحريه، يعني بعفويه، ماشي نلعبكم يعني. فعملوا في ملعب قرة ميدان في العباسيه، ده كان برضو اول استاد في تاريخ مصر، واتعمل اول ماتش دولي في تاريخ مصر بين التيم المصري محمد افندي ناشد وبين التيم الانجليزي. اتخذ المصريون من لعبة الإنجليز وسيلة لمقاومتهم، واعتبروا مواجهة بعض الفرق الإنجليزية وسيلة مشروعة لإلحاق الهزيمة بهم. وكانت سعادة المصريين بالغة بكل انتصار يحققه ناشد وفريقه، وقد دعت انتصارات الفريق إحدى الصحف إلى الإشادة به، فكتبت تقول: يحق للمصريين أن يفخروا بالتيم المصري الذي هزم منتخب القوات البريطانية في لعبة كرة القدم، لعبة الإنجليز المفضلة، ومن واجب كل مصري أن يفخر برئيس الفريق محمد أفندي ناشد. وفاز التيم المصري 2-1، وتوقفت الحياة في القاهرة، وتوقفت عربات الترام، والدنيا اتقلبت. مصر حست انه في حاجة تقدر تقهر بيها الانجليز، المغتصبين المستعمرين قساة القلوب، هي كرة القدم. ومن ساعتها وهي فضلت الكورة. يعني انا لما شفت مصر لما بتوصل ايطاليا بكاس العالم 90 والناس كلها في الشارع، ولما شفت مصر في كاس الامم الافريقيه
2006. ده تاريخ طويل. مصر اليوم ده حصل قبل كده مع محمد أفندي ناشد. احنا بنكتشف وظائف أخرى لكرة القدم غير إنها لعبة، وعمرها ما كانت في مصر لعبة. المباراة اللي كسبها محمد أفندي ناشد وفرقته، اللي كسب فيها الفريق الإنجليزي، الاحتلال البريطاني، الحركة الوطنية المصرية في مطلع القرن العشرين اللي كان بيقودها مصطفى كامل، الجاليات الأجنبية المنتشرة في مصر، الأندية الأجنبية اللي موجودة في مصر، كل ده دفع واحد مصري إنه يفكر ويعمل نادي للمصريين. كان راجل وطني، وطني بجد، كان تهمه بلده قوي، وكان هو مهتم بشؤون بلده قوي. الراجل ده التاريخ ظلمه جدا، ظلمه قوي. يا ترى مصر كان شكلها ايه سنة 1907 لما تأسس النادي الأهلي؟ الفترة دي كان فيها حاجتين، الاستعمار البريطاني موجود، أول نادي فتح أبواب المصريين. هذا الرئيس الإنجليزي لم يمضي في النادي الأهلي سوى شهور قليلة. وسط الغزو الأجنبي، وسط الشوارع اللي اسمها أجنبي، ابتدى النادي الأهلي. وفي كل لحظة وعلى مدى 100 سنة، كل خطوة وكل سنة كان للأهلي دور.